عمرك سألت نفسك سؤال وما لقيتلوش إجابة؟ هنا هنفكر سوا ونكتشف المجهول سوا. أنا أحمد نصار وأنت هنا في سؤالست. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وانزل اعمل لايك واشتراك وشير لاصحابك وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. عمرك اتزنقت في موقف محرج ولقيت نفسك بتضحك من غير سبب؟ أو مثلا حد بيسألك سؤال صعب قدام ناس وترد عليه بضحكة عجيبة بدل ما تجاوب؟ أو حتى وانت واقف في موقف جد جدا فجأة تلاقي ضحكة طلعت منك مش عارف ليه. السؤال بقى، ليه بنضحك لما بنتوتر؟ هل الضحك هنا ضعف؟ ولا وسيلة دفاع؟ ولا مجرد خلل في الأعصاب؟ الحقيقة الموضوع أعمق مما نتخيل. أولا طبيعة الضحك. العلماء بيقولوا إن الضحك مش بس رد فعل للمزاج، لا ده أداة اجتماعية ونفسية وجسدية معقدة. عالم الأعصاب روبرت بروفيني اللي خصص حياته لدراسة الضحك قال: الضحك هو موسيقى المخ. يعني الضحك ده جزء طبيعي من استجاباتنا لكل أنواع المشاعر حتى التوتر. ثانيا التفسير العصبي. لما بنتوتر الجسم بيدخل في حالة اسمها فايت اور فلايت، قاتل أو اهرب، والمخ ساعتها بيفرز هرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول، وطبعا في الوقت ده ضربات القلب بتعلى والتنفس بيزيد والجسم ساعتها بيبقى في حالة طوارئ. في اللحظة دي بقى الجهاز العصبي بيبعت إشارات عشوائية للمخ، وهنا النتيجة بتبقى إيه؟ إن ممكن الضحك يطلع كرد فعل لا إرادي. الباحثة صوفي سكوت من جامعة لندن بتقول: الضحك تحت الضغط ما هوش تعبير عن سعادة، لكنه استجابة عصبية لكسر التوتر. أما بقى من الجانب الطبي ففي حالات مرضية نادرة الضحك العصبي بيكون عرض لخلل عصبي، زي مرض اسمه سودو بولبر افكت، الضحك او البكاء اللا ارادي. لكن في اغلب الاحوال الضحك العصبي طبيعي مش خطر، هو مجرد رد فعل بيروح اول ما الموقف بينتهي. ومن الجانب الايماني هنا نسأل ليه ربنا يخلق فينا رد فعل زي ده؟ ممكن الحكمة انه وسيلة رحمة عشان الانسان ما ينهارش في وقت الشدة، لان الضحك في التوتر بيخفف الالم ويكسر حدة الخوف. ربنا قال في كتابه العزيز: وانه هو اضحك وابكى، سورة النجم آية 43. يعني الضحك مش بس رفاهية، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو جه في اوقات مش مناسبة، فهو ليه حكمة في حماية النفس. وتعالى ناخد لمسة من السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتسم في مواقف صعبة. يوم الهجرة وهو مطارد كان ثابت ومبتسم، مش ضحك عصبي، لكن دليل ان الابتسامة بتخفف التوتر، توازن داخلي وقت الشدة. وكأن الضحك العصبي جزء بدائي من نفس الفكرة، وهي التوازن الداخلي وقت الشدة. أما بقى لو قارنا بين الضحك في المتعة والضحك في التوتر، فالضحك في المتعة بيفرز الدوبامين والسيروتونين، أما الضحك في التوتر فبيفرغ الأدرينالين والكورتيزول. يعني الضحك في المتعة بيديك سعادة، أما الضحك في التوتر بيديك راحة وقتية. بس الاتنين مشتركين في حاجة واحدة، عارفين إيه هي؟ إنهم بيحموا توازن الجسم. ولو حبينا نجيب أمثلة من حياتنا، فالطالب اللي بيسأل سؤال مش عارفه تلاقيه يضحك، وبيضحك ليه؟ لأنه متوتر. والبنت اللي بتتخطب ويتقال لها كلمة محرجة تضحك ليه؟ من الإحراج والتوتر برضه. ولا المذيع اللي بينسى كلمة في البث المباشر، ما هو برضه بيضحك نتيجة للتوتر. كلها مواقف بتبين إن الضحك مش بس للفرحة، لا ده التغطية على الموقف اللي احنا بنبقى فيه عشان يحصل توازن في الجسم. ولو رحنا للجانب الفلسفي، فالفيلسوف هنري بيرجسون شاف ان الضحك لحظة تحرر حتى في وقت الشدة. الضحك بيديك شعور انك متحكم ولو للحظة، كأن الضحك العصبي بيقول انا لسه قادر اتنفس. وفي الجانب النفسي الاجتماعي المعاصر في العالم دلوقتي الضحك العصبي بقى مفهوم اكتر. في الكورسات التدريبية بيقولوا للناس لو ضحكتوا تحت ضغط اعتبروها وسيلة دفاع. يعني مش لازم تخجل لما يحصل لك كده، بالعكس ده دليل ان جهازك العصبي بيشتغل. واخيرا بص بقى يا بطل، لو لقيت نفسك بتضحك في وقت مش مناسب خد نفس عميق، حاول تركز في الكلام مش في المواقف. فكر نفسك دايما ان الضحك العصبي طبيعي، واستخدم الدعاء: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. وخد بالك ان الضحك وقت التوتر ده بيبين الانسان ضعيف، والضعف ده رحمة لانه بيفكرك انك محتاج ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يضحك قلبه من ذكر الله لا يخاف يوم القيامة، وهو حديث حسن. يبقى حتى لو ضحكت في مواقف عصبية المهم قلبك يكون متعلق بربنا. في النهاية ليه بنضحك لما بنتوتر؟ لان المخ بيحاول يوازن الضغط العصبي
لأن الضحك وسيلة دفاع نفسي، لأنه إشارة اجتماعية لتخفيف الموقف، والأهم من ده كله لأنه حكمة من ربنا عشان ما ننهارش. فالضحك في لحظات التوتر مش عيب، ده جزء من فطرتنا الإنسانية. خده كرسالة، اضحك وافتكر إن ربنا هو الذي أضحك وأبكى. لو الفيديو ده لمس عندك نقطة أو فكرك بموقف حصل لك قبل كده، شاركه مع أصحابك عشان غيرك يستفيد، واحكي لنا في التعليقات عن موقف محرج خلاك ضحكت ضحك انت نفسك ما صدقتوش. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك باقي الفيديوهات.